بما إننا في مصر بقى وشعب جميل وبنجيب المعلومات الجميلة، تعال نشوف هنوصل لفين. يلا. جايز انتوا كنتوا عارفين ان المية بتطفي النار؟ صدق أول مرة أعرف المية بتطفي النار. كنت بعرف إن أول ما تحط شوط المية كده بتزيد وتولع. طب كنت عارف ان مناخيرك بتكبر كل يوم، وانك اصلا مناخيري بتكبر كل يوم. يعني يعني أنا دلوقتي مثلا سني شوف يعني 33 سنة. يعني معقولة مناخيري كل يوم بتكبر؟ دي كان زمان بقيت كده. ايه ده؟ ازاي بقى؟ جبت منين الإحصائيات ده فيلسوف؟ كل فترة دي بتتنفس منها؟ امال هتنفس مين؟ امال هتنفس؟ هو في حاجة تاني؟ لا. اوعي تقولي هنا واسطب. كنتوا عارفين ان المخ المخ موجود في الدماغ؟ غريبة دي. انا ما اعرفش انا فكرت هنا. هنا؟ هنا؟ ليه؟ اشمعنى القلب هنا؟ ما هو بالعقل كده بقى. وان الساعة فيها 60 دقيقة. صدمت بقى لما عرفت ان الانسان لما بيخاف هو كده يبقى خايف. بس اللي بيخاف بيبقى خايف. هيعمل ايه يعني؟ لازم يخاف. سالب بخايف. هو ما خافش هيعمل ايه؟ ما لازم بخايف. اللقطة بتاعت أي واحدة بتبسبس له مفيش الكلام ده أرجوكي. الراجل عايز حنية. الراجل اللي عايز ايه؟ قولي لهم. انا مش هقول. قولي تاني كده. لو الترابيزة اديته حنية هيخش في علاقة حب مع الترابيزة. انا الترابيزه دي لو اديتني قعدت كده ولقيتها حنينه علي هنام عليه. ده ترابيزتي حنينه علي. وهخش في علاقه حب كمان واقول لها بحبك واقول لها. من الآخر عايز حنية، عايز احتواء. عارفة يعني ايه تحتوي الراجل؟ عايزين احتواء وحنيه. عارفين تحتوي الراجل؟ قولوا لهم. قولي له. عشان ما بيعملوش الحاجات دي. مش مصدقين الراجل عايز حنيه. قولوا لهم كده انت. ولا مش عارفة؟ مش عارفة انت وبنات جيلك مش عارفين طبعا. لازم تحتويه، لازم تديله فرصة تسمعيه، يعبر عن نفسه، يتكلم، يحكي لك عن مشاكله وهمومه وأحلامه. ده دي فرصه تسمعيه. شفتوا بقى؟ تحتويه تديله حنيه. اهي بتقول لكم اهو. ادوا حنيه بقى. لو انت بتحبيه، على اعتبار ان احنا متجوزين واحد بنحبه، مش متجوزين واحد تخليص حق، يعني مش كمبيالات، فاهمه؟ لازم احبه. امال هو شريك الحياه ليه؟ انت ايه فكره الشراكه البارتنر؟ انا ليه بعمل بارتنر في حياتي؟ بختار راجل بكمل معاه حياتي ليه؟ احنا الاتنين بنكمل بعض، هو ده اللي بنحكي فيه. الشراكه ان احنا بنكمل بعض. ايه بيكملوا بعض؟ قولي تاني. ليه؟ علشان انا عايزه منه زي ما هو عايز مني، احنا الاتنين نكون بنكمل بعض. بتقول كلام زي الفل. لو تسمعوا والله بتقول حكم. ايه يا جماعه؟ في ايه؟ سايبين الشخصيات دي بتقول لكم والله العظيم كلام حلو اهو. لا شفتي بتتنهدي ازاي؟ انت يا بنت بتحبي بس مش عايزه تعترفي. اه انا قلت للستات ترقص للراجل 3 مرات في اليوم زي المضاد الحيوي. بتقول الست ترقص لجوزها 3 مرات في اليوم. على حسب الرشد. يعني جرعة 3 مرات في اليوم جايت لكم 3. ولو 4 يبقى انت زودت من انت دي حاجة حلوة وفوق. مرة قبل الفطار، قبل الغدا، بعد العشاء، سهلة بسيطة، هي مفيش حاجة. جايت لكم مرة قبل الفطار ومرة بعد الغداء ومرة بعد العشاء تاني ومرة في نص الليل. ما يدورش. اي يعني شوف هتقولوا وشوفوا هتستفادوا ايه. اسمعوا كده الاستفادة. ايه الفايدة من الرقص ده؟ هتقول لكم ايه. وليه لا؟ ما تفرفشي الراجل يعني. اولا انت هتخسي وهتطلعي النيجاتيف فايبز والكلام الفارغ اللي بيقولوا لنا ده، وهتتبسطي وهتبسطيه وهتبقى هيصه في البيت بدل النكد يا جماعه. اولا انت ايه؟ هتخسي وهتنبسطي. اكمل. وهو هينبسط وكلنا هننبسط. شفت بقى؟ طالما انت وهو هتنبسطوا خلاص مفيش مشكلة. هتبقوا عايشين حياة حلوة والدنيا حلوة كده.
3 4 مرات في رقصة في اليوم حلوين، يطلعوا الطاقة اللي عندي. والله العظيم يعني حاجة زي الفل. جماعة انا طالعه عشان ادعي الستات ان هم يبطلوا نكد. إذا النقطة دي يبطلوا نكد، هي دي النقطة الوحيدة، يبطلوا نكد. والنبي يقول لهم بطلوا نكد. بس ده نكد بس، وهات وطلبات وفلوس واديني والمشاكل وامك واختك والواد والبت والاقساط، يعني الراجل برضو ده سيد الرجاله يعني. سيد الرجالة، والنبي انت زي الفل سيد الرجالة. شفت بقى بعد الكلام ده كله بقول لك هو الراجل سيد الرجالة. انت كده. احنا بس فقدنا اللقطه دي، يعني احنا في وقت دلوقتي في دعوات طول الوقت مخلياكي اجريسيف، وفي شد طول الوقت في العلاقه، وهي يلا يا معلم انت توكسيك وانا توكسيك، تعال نشوف مين هيقضي على التاني الاول، فاهمه؟ لا احنا عايزين نرجع زي زمان عادي طبيعيين، تدي للراجل قيمته. الراجل تدي للراجل قيمته وهو هيديكي كل حاجة. شفت بقى الراجل عمود البيت، هو السند، هو الظهر، هو كل حاجة. في أكتر من كده كلام؟ نرجع زي زمان حلوين كده والدنيا حلوة. هاتوا خد بقى حاجة حلوة ايه. بقول لك 3 مرات في اليوم ده الضحية، أي خدمة يعني، بدل ما تروح للدكتور وعلاج احنا حلنا لكم المشكلة يعني. الراجل ده عمود البيت زي ما الست نجفة البيت، فانتوا الاثنين بتكملوا بعض. يعني مش دايما يقولك الست في راجل بينورها وراجل بيطفيها، ده الكهربائي، ما تخلي تشتغلي مع الكهربائي اللي عندك في البيت. يعني حاولي تخلي الحياة حلوة الراجل هو اللي بينور الست، والست برضه بتنور الراجل، والاتنين بينوروا بعض، والحياة حلوة. هتبقوا زي كان اتنين كهربائية تنوروا بعض وزي الفل. فهي لما تبقوا يعني كهربائية تنوروا بعض مفيش أي مشكلة بينكم انتوا الاثنين. انما لقطة ان احنا داخلين ند بند ومين هيقضي على التاني الاول، انت رايحة في ولا حتة يعني، تقضوا على بعض بقى، فارقصي. فايه ارقصي، يلا ارقصي، اشغلك الموسيقى يلا ارقصي. بيتجوز اللي بتعرف ترقص على فكرة، مش لازم يتجوز طباخة ما يجيب دليفري كل يوم، هو عايز اللي تفرفشه، هو نكد بس يا بنت يا بنت. الراجل يحب الاتنين دول بس، اطبخي له وارقصي له. هما ما الراجل عايز ايه؟ اطبخي له وارقصي له، يعني عبي معدته وعبي عينه، ايه دلعيه فرفشيه. شفتوا بقى؟ لو سمعتوا الكلام ده يعني يتعارضوا ليه مع بعض؟ هو ليه لازم ابقى اسير الحرب؟ حبيبي ده انا مسميه اسير الحرب. اسير الحرب اللي بنتجوزه ده، انت عارفه ان الاسير فيه اتفاقيه جنيف على الاقل، احنا برضه نلغيها، برضه احنا هنا عندنا في مصر بنلغيها، بنعامله كاسير. بس انت عايزه تعلميه الادب وعايزه تعلميه الاخلاق وتمشيه على العجين ما يلخبطه، مش عايزه ترقصي له ليه؟ واخديننا اسراء. شفت بقى؟ قلنا بنت ايوه خليك معانا، واخديننا اسراء اهو عشان يحبسونا كده ويعلمونا كل حاجة الأدب ونمشي على عيون ما نلخبطوش، وفي الآخر مش عايزة ترقص. ما ينفع الكلام ده، ارقصي. اتعلمي يا اختي، تعالي خشي على اليوتيوب وتعلمي الفيديوهات الرخيصه اللي بتجيلنا كلنا كل يوم دي، ما الرجاله بتشوفها، ما ليه رفهوا عنهم شويه غلابه.